جنيه. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هعمل لكم الزبادي البلدي ازاي تتعمل في البيت بطريقه سهله ونضيفه وبسيطه. هنجيب من عندنا كيلو لبن غليناه وسيبناه يبرد لحد ما يكون دافي نقدر نتحمله ونحط ايدينا عليه، زبدايه ومعلقه سكر. دلوقتي هنبتدي نشوف هنعمل ايه. هنجيب الزبدايه بلدي، شلنا الوش بتاعها، نحطها كده في حاجه في اناء، عليها معلقه سكر، هنضربهم كويس لحد الزبادي ما تبقى عامله زي اللبن كريمي كده. كده بالشكل ده. كده كده ضربناه كويس. هنجيب اللبن بتاعنا ونصفيه عشان لو في اي شوائب ولا اي حاجه ما تنزلش معانا. نجيب مصفى كده، بسم الله، نصفي اللبن بتاعنا. نقلب بقى كويس قوي، نمزجهم الاتنين مع بعض، الزبادي باللبن. هنجيب بقى اللبن بتاعنا اللي احنا ضربناه مع الزبادي، هنفضيه كده، هنعبيه في كوبايات. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتنا. عبينا اللبن في الكوبايات. في طريقتين لعمايل الزبادي بقى لتسويتها. اما هنجيب اناء كده زي صينيه ونحط فيه ميه دافيه ونحط فيه الكوبايات ونشغل الفرن ونسخنه جامد ونطفيه، وبعدين نحط فيه الاناء بالكوبايات كده لمده 6 ساعات. هنلاقيها بعد 6 ساعات جمدت وبقت زبادي زي اللي احنا بنشتريها. الطريقه التانية بقى، عندنا مكنه بتاعت زبادي بالكهرباء، هنحط فيها الكوبايات كده بالطريقه دي. طبعا الطريقه دي اسهل، لكن اللي هو ما يقدرش يجيب المكنه ممكن يعمل بالطريقه الاولانيه اللي انا وريتها لكم، هتعمل معانا نتيجه برضه. هنغطيها كده ونشغلها، وبتقعد من 4 ساعات ل6 ساعات. هوريها لكم بعد ما تخلص او تجمد، هوريها لكم شكلها هيكون ازاي. ده الشكل النهائي للزبادي بعد 6 ساعات من وضعها في المكنه. دلوقتي بقى ننقلها نحطها في التلاجة ونستخدمها بقى على حسب احتياجاتنا، والف هنا وشفا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.